فمرة صحيت الصباح وقلت تعبت من الدوام، زهقت من الأكل، الجو ما يطاق، الحياة كلها ضغط. كلنا قلناها يمكن أكثر من مرة، لكن عمرك وقفت مع نفسك دقيقة وسألت أنا ليش أصلا قاعد أشتكي؟ لما تشتكي من الأكل هذا يعني أن عندك أكل، وفي ناس اليوم ناموا وهم ما لقوا حتى لقمة تسد جوعهم. ولما تشتكي من دوامك هذا يعني أنك عندك وظيفة وراتب يدخل عليك آخر الشهر، وفي ناس يطلعون كل صباح يدورون أي فرصة أي عمل ما يلقون. ولما تقول الحر قاتل أو البرد ما ينسكت عليه، ترى مجرد أنك تحس بالحر أو البرد هذه بحد ذاتها نعمة، لأنك بصحة وعافية وجسدك ما زال يحس، وغيرك قاعد في حر وبرد من غير لا مسكن ولا مأوى. احنا ما فقدنا النعم، احنا فقط تعودنا عليها. لما تتكرر النعمة كل يوم العقل يبدأ يعتبرها شيء عادي فينسى يشكر ويبدأ يشتكي. والمشكلة الأكبر إن دائما نناظر اللي فوقنا، فلان عنده سيارة أفضل، فلان بيته أكبر، فلان راتبه أعلى، فلان حياته أحسن، وننسى نناظر تحتنا ونشوف كم شخص يتمنى يعيش حياتنا. يمكن السرير اللي أنت تنام عليه هو حلم الإنسان ينام على الأرض، يمكن البيت اللي أنت تقول عنه صغير هو أمنية لعائلة كاملة ما عندها سقف يحميها، يمكن الكوب اللي تشرب منه ماء بارد هو شيء ما يقدر يحصل عليه ملايين البشر. ولهذا قالوا النعم ما تعرف قيمتها إلا إذا راحت. لا تنتظر حتى تفقد صحتك عشان تعرف قيمتها، ولا تنتظر حتى تخسر وظيفتك عشان تحبها، ولا تنتظر حتى يجف جيبك عشان تحمد ربك على الراتب اللي كنت تدمر منه. مو مطلوب انك ترضى بأي وضع وتسكت على تطوير حياتك. اطمح واسعى وطور نفسك، ولكن انت تسعى لا تنسى انك تشكر، لأن الإنسان اللي يشكر يعيش مرتاح أكثر من الإنسان اللي يملك كل شيء ما يشوف إلا اللي ناقصه. اليوم قبل ما تنام خذ دقيقة واحدة واكتب 5 نعم موجودة عندك يمكن ما شكرت الله عليها من زمان، وقل من قلبك الحمد لله، مو لأن حياتي كاملة لكن لأن النعم الله فيها أكثر بكثير من الأشياء اللي كنت أشتكي منها. الله يديم علينا وعليكم النعمة ولا يجعلنا من الغافلين عنها، آمين.